السلام عليكم حبايبنا واخواتنا واولادنا اولى ثانوي. انا بقى النهارده جهز لكم مفاجاه حلوه، شرح المنهج كله على هيئه مسائل، سواء في الجبر لوحده وحساب المثلثات لوحده والهندسه لوحده. 3 فيديوهات، كل فيديو فيهم فيه كم اسئله كويس تعرف تلم بيه الافكار بتاعه المنهج اللي انت هتحتاجها خلال فتره المراجعه دي كلها. بس مش شرط ان انا خلاص شرحت الاسئله على السبوره وهتبص لها وخلاص على كده. هو طبيعي المفروض تحل المسائل دي بعد ما بحلها تحلها تاني لوحدك وتبدا تدرب نفسك باسئله وافكار عاليه جوه شغلك في المراجعه. خلينا نشوف الاول كده الجبر اللي هتكلم فيه النهارده الاسئله بتاعتنا ماشيه ازاي. خلينا نبدا بالاول سؤال سهل. هتلاقي عندك اسئله سهله واسئله فيها متوسطه واسئله فيها شغل كويس، فركز في كل سؤال انا بشرحه ازاي وهيبقى ماشي معاك ازاي. خلينا الاول نشوف اول سؤال. صلى بينا على النبي الاول كده ونشوف اول سؤال. بيقول لي اذا كان مجموع جذرين المعادله س تربيع ناقص ب س زائد 3 بيساوي 0 يساوي 4. وقال لك ايه؟ مجموع جذرين المعادله. طيب طبيعي الدرس ده بتاع مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين. فانت عارف مجموع الجذرين قاعده بسيطه قوي، سالب معامل س على معامل س تربيع، وعارف برضو حاصل ضرب الجذرين الحد المطلق على معامل س تربيع، فلازم تكون دول في دماغك على طول. بس انا كلمتك على مجموع الجذرين. مجموع الجذرين انت متعود يا باشمهندس بتسميها لام وميم، يبقى اقول له لام زائد ميم اهو بتساوي، حافظ تاني سمعني كده. سمعتك اهو انت تقول سالب معامل س على معامل س تربيع. حلو جدا. طب هو فين معامل السين؟ هو سالب ب، غير له اشارته يبقى ب، واقسم لي على معامل س تربيع اللي هو كام؟ يبقى 1. كل الكلام ده اروح مساويه ب4. شكرا. ب عندك بيساوي كام؟ 4. ادي اول سؤال. طيب ادي اول سؤال. عد معايا السؤال التاني. بص يا جميل، عاوز ابسط صوره لمقدار 1 زائد ت كل اس 10. خلينا نقول رجعنا لعدد التخيلات تاني. والله انا عارف اللي خدته طبيعي اللي اعرف اشتغل فيه، اللي خدت 1 زائد ت كل اس 2 مش اس 10، لان محدش فيكم يعرف يفك كل اس 10. امال انت تتعلمها ازاي او عملتها ازاي او تعملها ازاي؟ بتعملها بالمنظر ده كده، قوس اس 10 وقوس تاني جوه 1 زائد ت. حلو الكلام، بس حط اس 2. لا انا كده غلطت. طبعا غلطت. ليه بقى؟ المفروض بتعمل جوه 2 وبره كام؟ بره 5. قسمت ال10 بتاعه. لما تيجي تحل سؤالك حط الاس 5 زي ما انت شايفه كده، لكن القوس اللي اس 2 انت حافظ فكه. ايه فكه؟ مربع الاول والمربع الثاني والاول في 3 في 2. تعال اقول لك كده، مربع الاول بواحد، مربع الثاني ت تربيع، وبعدين الاول في الثاني في 2. يعني اقول له زائد برضه واضرب الاول في 3 في 2، يعني 1 في ت في 2 ب 2 ت. نزل يا باشمهندس 5 ونزل 1 ونزل 2 ت وامسك الت تربيع. قيمه الت تربيع بكام عندك؟ بسالب 1 اهو. فطبعا يا باشمهندس ده يروح مع ده خلاص، هيتفضل علي 2 ت كل اس 5. تعالى بقى اقول لك حاجه مهمه جدا هنا. طبعا زي ما انت شايف 2 ت اس 5 دول ضرب وعليهم اس 5، فتقدر توزع الاس بتاعك على اللي جوه القوس. يعني ايه توزعه؟ هتخليه 2 اس 5 في ت اس 5 كده زي ما انت شايف. طب انت عارف وحافظ طبعا 2 اس 5 ب 32. طب ت اس 5 اسمع تاني وركز في القديم اللي انت خدته. ت اس 5 ال5 ما تبقاش على 4، فشوف رقم قبل ال5 يبقى على 4 اللي هو ال4. ركز في الجمله، 5 ما تبقاش على 4، هات قبل ال5 اللي هو ال4. الفرق بين 5 وال4 كام؟ 1. يبقى اكتب ت اس 1 اللي هو 32 ت في الاخر. سهل الموضوع، بس ركز انت في الدنيا ماشيه ازاي. تعال نشوف السؤال اللي وراه كده. حلو السؤال ده جدا بقى. الراجل هنا عاوز منك المعادله التربيعيه، عاوز اكون معادله تربيعيه جذرها سالب 1 زائد ت على ت و2 على 1 زائد ت. بص يا باشمهندس، انت عشان تكون معادله لازم يكون معاك مجموع جذرين وحاصل ضرب الجذرين. طب اسمع، الناس كلها عارفه ان القانون بتاع المعادله شكلها س تربيع ناقص لام زائد م في س زائد لام في م بيساوي 0. يبقى انا مطلوب منك لام زائد م ولام في م. طب تعالى اجمع معايا، اجمع ده مع ده. هتعرف تجمعهم؟ موضوع صعب جدا، فلازم تبسطهم الاول. هرجعك تاني للاعداد التخيليه. فالدرس نفسه ربط لك الاعداد التخيليه بمين؟ بتكوين المعادله. فمعنى كده اقول سالب 1 زائد ت على ت الاول واخلص وابسط الاول. هضرب في المرافق اللي هو سالب ت فوق وسالب ت تحت. لو جيت ضربت هضرب ت في سالب ت يديني سالب ت تربيع. ده البسط او المقام بتاعنا. خد بقى البسط كده، اضرب سالب ت في سالب 1، سالب ت في سالب 1 بقت موجب ت، واضرب سالب ت في ت يديك سالب ت تربيع. بسط لي خالص.
مالكش دعوه بالت خالص. قيمه الت تربيع بكام عندك؟ بسالب 1 في سالب بقت موجب 1. طب تحت عندك قيمه الت تربيع برضو عندك بكام؟ بسالب 1 في سالب بقت موجب 1، فدي خلاص اخرها ت زائد 1. امسك الثانيه اللي هي 2 على 1 زائد ت، وبرضه اروح ضارب في المرافق. ايه بقى المرافق يا باشمهندس؟ اللي هو 1 ناقص ت فوق 1 ناقص ت تحت. هتلاحظ حاجه هنا عدد اسمه 2 سيبه، اما هنا تحط لي 1 ناقص ت تحت. خلاص فوق خلاص خلصنا، اضرب تحت بقى الاول في الاول والتاني في التاني. 1 في 1 بواحد، ما هو العدد ومرافقه، فبضرب الاول في الاول والتاني في التاني. وت في سالب ت بسالب ت تربيع. طب انت حافظ برضو الت تربيع قيمته بكام؟ بسالب 1 في سالب بقى موجب 1. طب 1 1 بيديني كام؟ 2، فيروحوا مع بعض في الاخر 1 ناقص ت. كده يا باشمهندسين انا جبت مين؟ جبت تبسيط كل واحده فيهم. انا بقى عاوز اجيب لام زائد مين، فانا هجمع ت زائد 1 اللي انا جبته ده مع اللي جبته ده مع 1 ناقص ت زائد 1 ناقص ت، فالت تروح مع الت واجمع 1 1 يديني كام؟ 2. ده لام زائد مين. تعالى هات لي كمان لام في مين. اضرب لي ت زائد 1 او 1 زائد ت، رتبها كده مضروب في 1 ناقص ت. حضرتك يا باشمهندس لو جيت ضربتهم في بعض 1 زائد ت في 1 ناقص ت عدد في مرافقه، فالاول في الاول بواحد ناقص ت في ت بت تربيع. طب ما ت تربيع قيمته بكام؟ بسالب 1، هي 1 زائد 1 بيساوي كام؟ 2. اكتب بقى المعادله ادي س تربيع. طيب مجموع جذرنا عندك فين؟ 2. تغير اشارته وهتنسى دي يبقى سالب 2 س زائد حاصل ضرب جذر زائد 2. كل الكلام ده عندي بيساوي كام؟ 0. خلصت. شوف سهله ازاي؟ دور على الاجابه في الاختيارات بتاعتك سالب س تربيع ناقص 2 س زائد 2، اختيارك الف. موضوع سهل بس بسلاسه وبتركيز كده. حاجات منك هتاخد منك وقت، بس بتركيز وبالراحه هتلاقي الموضوع بقى معاك سهل قوي. تعال نشوف اللي وراه. سؤال سهل جدا مفيهوش اي مشكله خالص. اذا قطع منحنى الداله تربيع د س محور السينات في نقطتين سالب 0 و4 و0، فإن مجهود حل المعادله. طبعا اجابتك على طول هو قيم السين سالب 3 و4، اللي هي الاجابه دي. خلاص سالب 3 و4. يبقى تاني يبقى حضرتك لما تيجي تحل السؤال بتاعك هو قيم السين. طب ما تيجي اوضحه لك، هو جه زي كده. بص يا باشمهندس، لو انت جيت رسمت داله تربيعيه قطع السين في سالب 3 هنا مثلا وصاد 4 كده، فشكل الداله التربيعيه عامله كده. حلو الكلام؟ شكل الداله التربيعيه بالمنظر ده. طيب هنا سالب 3 وهنا 4. ما انا دايما نقول للناس ايه؟ نقول رسمه المنحنى الداله التربيعيه سواء مفتوح لاعلى او لاسفل نقط تقاطع مع محور السينات يديك مجموع الحل. فهو قطع السين في سالب 3 وضع الصف السين الثانيه في كام؟ في 4، فاجابتك سالب 3 و4 اللي هي قيم السين. طبعا سؤال ما فيهوش اي مشكله خالص. خد بقى اللي جايه دي واسمعها كويس. الشكل المقابل يمثل تمثيل بياني الداله د س، فإن س تكون موجبة عندما س تنتمي لكام؟ ده بقى السؤال بتاع إشارة المقدار الجبري. ده أنا لسه قايل لك في اللي قبلها حالا أهو. أي رسمة تربيعية تقطع محور السينات يبقى دي قيم السين. فقيم السين عندي هنا قطع في سالب 3 وقطع عندك هنا في كام؟ في 1. فأنا كده عندي كام قيمة للسين؟ قيمتين. فأنا هحول الرسمة الدالة التربيع دي لرسمة خط أعداد عشان أشوف الإشارات. فأنا برسم الخط الأعداد بتاعي كده. طبعا أنتم المفروض عارفين وحافظين الكلام ده. الصغير الاول على الشمال سالب 3 والكبير عندك على اليمين هو الواحد قيمهم بصفر. هروح سألك سؤال بسيط جدا. انت عارف كويس قوي لما تيجي ترسم رسم الداله التربيعيه مفتوحه لاسفل زي دي كده، يبقى انت عارف س تربيع موجبه ولا سالبه؟ لا سالبه. كمان مره الجمله اشاره الس تربيع عندك هتكون سالبه، فدي سالبه. طب انت حافظ كمان، المفروض حافظ كمان لما يكون انت عندك اشاره داله تربيعيه اشارتها لما يكون عندك 3 فترات او 3 مناطق نفس عكس نفس، بس ايه؟ نفس اشاره السين تربيع. ابدا بيها، ابدا باشاره السين تربيع اللي هي اصلا سالبه ولا موجبه؟ سالبه. بتحط هنا عندك هنا سالب هنا موجب هنا سالب. الراجل عاوز في السؤال بقى هو عاوز تكون موجبه فين؟ عندما عاوز الموجب بس. الموجب ده الفتره ما بين سالب 3 و1 اللي قدامك على السبوره. اوعى تقفلها لي، لانك لو انت خدت سالب 3 وخدت الواحد يبقى خدت قيمه الصفر معاك كمان، وانا مش عاوزهم. انا عاوز الفتره الموجبه يبقى فتره عندك مفتوحه من سالب 3 لحد 1، والفتره بتاعتنا مفتوحه مش مقفوله. الاختيار عندك الف، ومش مجموعه دي قيم مجموعه الحل، ومش مقفوله عشان مش عاوز الصفر، ومش ح لان الح كلها واخده السالب مش الموجب خالص. وضحت لك الاختيارات كلها، وركز بعينيك لان الموضوع ده بيلخبط بعض الناس منكم كتير. فركز وخد بالك.
تعالى السؤال ورا. بسم الله. المعادله التي جذرها 2 ت وسالب 2 ت. لسه كنا بنتكلم حالا، لسه حالا، ما فوتناش مسألتين ثلاثه. عاوز برضه كون معادله، يبقى لازم تعمل ايه؟ ايوه سامعك اللي ورا الكاميرا بتقول اهو. كم؟ هتجيب مجموع جذرين وكم؟ حاصل ضرب الجذرين. ما يلا، يبقى لام زائد مين؟ يبقى هجمع 2 ت وسالب 2 ت. اجمع كده، سمعتك بصفر، راح مع بعض. طب اضرب كده لام في مين؟ 2 ت في سالب 2 ت. يضرب يبقى سالب 4 ت تربيع. يلا احسب موجب 4 على راسي. وبعدين المعادله بقى س تربيع. اكتبها اول حاجه س تربيع. هات مجموع جذرين غير اشارته. هو مجموع جذرين طلع غلبان بكام؟ صفر. سيبه مالكش دعوه بيه. زائد حاصل ضرب الجذرين اللي هو كام عندك بقى؟ 4. كل الكلام ده بيساوي صفر. سهل خالص. تعال نشوف اللي ورا. اسمع تاني. اذا كان جذري المعادله اللي قدامكم دي المحترمه دي 4 س تربيع ناقص 12 س زائد ك بيساوي صفر، حقيقيان متساويان. نقف هنا عند الجزئيه الحقيقيان دي او مركبات. خلاص غمض عينك وانت حافظ ومن غير تطبيش او مميز. هو المميز ليه 3 حالات او 4، دايما اقول لهم 4. حقيقيان متساويان، حقيقيان مختلفان، حقيقيان بس غير حقيقيان مختلفان. حقيقيان متساويان المميز يساوي صفر. حقيقيان مختلفان، حقيقيان مختلفان المميز اكبر من صفر. حقيقيان بس وسكت، ما ممكن تحتمل الاثنين يبقى اكبر من او يساوي الصفر. اخر واحده غير حقيقيان مختلفان اللي هي مركبات اصغر من الصفر. انا ريحتك قلت لك حقيقيان متساويان. عشان اعمل حاجه زي كده بجيب الف وب وج. هات الف. بص يا باشمهندس، الف اللي هو معامل س تربيع، عارفه؟ طيب 4. الب سالب 12. اما الجيم بيساوي كاف. خد اقول لك كمان مره، انت بتتكلم على المميز حقيقيان متساويان، اكتبوا لي القانون. ايوه سامعك اهو. ب تربيع ناقص 4 الف ج واروح مساويه بصفر. حلو يا مستر. عوض يا باشا. الب نفسه بسالب 12، 4 144 ناقص 4 في الالف نفسه عندك ب4 في الجيم عندك بكاف بيساوي صفر. بص بقى لبعض النضاج، الطلبه الناصحه، الطلبه الجميله المحترمه قوي اللي فائقها زياده الشطاره بصراحه يعني، يجي يقول لك هطرح 144 ناقص 4 هيقول لي 140. يا ابني انت حمار يا ابني، بهيمه. مش كده. المفروض بعمل الاول نزل 144 الاول واضرب دول الاول في بعض، ضرب يتنفذ الاول. يعني 16 كاف بيساوي صفر. واحد يقول لي طلع 144 بره، ماشي. واحد تاني يقول لي طلع سالب 16 بره، برضه ماشي، الاثنين صح. 16 كاف بيساوي بيساوي 144. اصل في ناس عندها بعض الحاجات كده اللي هي مقدسه مفيش غيرها. لا، خلي عندك سنس وانت شغال في الحل. اقسم على 16 في الطرفين. خلاص جبت الكاف، خلاص هيساوي كام؟ 9 عندي. شكرا. سهله. طب تعالى تاني. هنا السؤال ركز فيه كده. السؤال د س بيساوي 9 ناقص س، ده اشاره المقدار الجبري. هو عاوز منك د س اكبر من او يساوي صفر. ركز، اكبر من او يساوي صفر. حاجتين كده. اكبر لوحدها من الصفر يعني موجبه، او يساوي صفر يعني الصفر. يبقى كده معاك كام حاجه؟ حاجتين، يعني عاوز الموجب وعاوز صفر. فبتاخد المقدار الجبري بتاعك اللي هو مديهولك، كتر خيره. دي داله من الدرجه الاولى، داله خطيه، خدها سويها بصفر. طبيعي هتعمل كده، طبيعي. 9 ناقص س بيساوي صفر. حلو يا باشمهندس. وبعدين طلع 30 بره بتغيير اشاره، يبقى 30 بيساوي كام؟ 9. واقسم بقى س بيساوي كام؟ 3. ارسم يا مستر بقى خط العاديات. حاضر. وحط لي هنا صفر وحط لي فوق 3. دايما علمتك حط هنا سالب ما نهايه، ودايما حط موجب ما نهايه عشان ما تغلطش. احفظ كويس قوي. الداله خطيه، يمينك ايه وشمالك ايه؟ يميني نفس وشمالي عكس. احفظ خطيه، يمين نفس والشمال عكس، مش تربيعيه. لما نيجي للتربيعيه هوريها لكم دلوقتي. طب اشاره السين نفسها اللي عندك يبقى هنا سالب وهنا موجب. انت بقى عاوز ايه؟ اكبر من او يساوي صفر، يعني عاوز المنطقه الموجبه بتاعتك والصفر كمان. هي فين المنطقه الموجبه عندك؟ قبل الثلاثه يعني اصغر من 3، يعني تحط له س اصغر من 3. استنى، وكمان الصفر يعني يساوي الصفر، حط اصغر من او يساوي الصفر. واحد يقول لي بص، طب لو حبيت اكتبه فتره، ما تبص الفتره دي المنطقه من كام لكام؟ من سالب ما لا نهايه لحد الثلاثه، والفتره دي مقفوله من سالب ما لا ل3. خد دي الفتره بتاعتك، والثلاثه مقفوله ليه؟ عشان فيها يساوي عندك. ادي السؤال بتاعك اللي انت بتتكلم فيه، يبقى س اصغر من او يساوي 3. وسؤال بسيط وسهل جدا مفيهوش اي مشكله. تعال نشوف السؤال اللي وراه.
هنا السؤال، دايما انا عاوزك تحفظ حاجتين بس. اقرا السؤال، اذا كان احد جذري المعادله الاموره دي معكوس جمعي الاخر. يا باش مهندسين، كلمه معكوس جمعي ومعكوس ضربي احفظهم يا عم، مش محتاجه منك حوار. معكوس جمعي بتاخد معامل السين اللي جنب السين يساوي بصفر. كلمه معكوس ضربي بتاخد المعامل السين تربيع اللي جنب السين بيساوي الحد المطلق وحل. شوف هو عاوز ايه منهم. تاني، معكوس جمعي معامل السين يساوي بصفر. طب معكوس ضربي معامل السين تربيع يساوي الحد المطلق. سهله خالص اهي. شوف هو عاوز ايه. قال لك معكوس جمعيا الاخر، اخد معامل السين. هتقول لي اشارته سالبه، مالكش دعوه بيها يا اخي، ما انت كده كده اصلا هتساوي صفر، فالاشاره السالبه مالهاش اي تاثير معاك. خده بس من غير ايه؟ سالب. يعني خد كاف ناقصها يساوي صفر. طلع بره يعني كاف بيساوي كام؟ 3. ايه ده؟ خلصت. سهله خالص اهي. شوف غيرها. بص الحلويات اللي هنا برضو، اذا كانت مجموعه حل المتباينات س تربيع ناقص 4 اقل من او يساوي س زائد م هي سالب 2 و3، فان م بتساوي كام؟ بص يا باشمهندس، الحوار سهل على فكره جدا يعني. هو الفتره دي سالب 2 و3 من غير ما توجع قلبك كتير. شوفها كده تقول ده متباينات يا مستر والمساله صعبه وانا عاوز احلها واجيبها ازاي والكلام ده كله. اصلا كلمه سالب 2 او 3، السالب 2 مقفوله و3 مقفوله، يعني القيمتين الاثنين بيحققوا المتباينه. يعني بذكائك ممكن تعوض مكان السين بسالب 2 او تعوض مكان السين ب3، هيطلعوا الاثنين بيساووا بعض، او هيطلع لك قيمه المين سواء ده سواء ده. ايه ده يعني يا مستر مش هشغل المتباينات واقعد الف وادور واود تكميل نجاح واقعد ادور على نفسي؟ لا، فكر في السؤال بالراحه. انا بقول لك سالب 2 و3 فتره مقفوله، يعني قيمه سالب 2 تحقق المتباينه وتتحقق المتباينه او تحقق المعادله يا اخي، هتخليها معادله. بس تعالى اقول لك اهو مكان، اقول له عند س بيساوي كام؟ سالب 2. طب بص يا جميل، اقعد هنا كده يبقى 4 ناقص 4 اقل من او يساوي، خليها يساوي، ما احنا قلنا تحقق يساوي. س بكام عندك؟ احنا قلنا بسالب 2 زائد الميم ده بصفر خلاص، فطلع بره يبقى الميم رسمي هيساوي 2. ايه ده؟ سرعت يا مستر بسرعه. يا لا، ما انت مش واخد بالك. طب خد اقول لك بقى الحاجه الثانيه. طب لو اقول له عند س بيساوي 3 المفروض يطلع نفس الحل. تعال نشوف كده. عوض كده برده هنا 9 ناقص 4 اقل من او يساوي برده. قلت لك اهو س برده عندك بكام؟ ب3 زائد م. طب وخد بالك كده ادي 5 بيساوي 3 زائد م، طلع بره يعني الميم نفسه بيساوي 2. اوبا، ده انت جامد. ايوه، عشان انت فاهم السؤال بيتقال ازاي، فاهم بتعمل فيه ايه، فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين، هتلاقي الموضوع معاك سهله وسالكه. تعال شوف اللي وراه. حلو السؤال، ركز برضو. اذا كان لا مهم جذري المعادله اللي قدامك دي س تربيع ناقص 5 س زائد 6 ماشي يساوي صفر، فإن المعادله التي جذرها ل زائد 1 م زائد 1. انا مأكد بس الجزئيه دي عشان في ناس كتير هربانه منها شويه، باكد عليها. هو المره دي مديك ل زائد م جذري المعادله. طيب ماشي، جذري المعادله دي يعني ل م المعادله دي، هات لي كده ل زائد م بتاعتها مجموعه جذريه اللي هو عباره عن ايه؟ احنا عارفين ايوه حافظين سالب معامل س على معامل س تربيع اللي هو 5 صح؟ معامل س غيره واقسم على معامل س تربيع. هات لام في مين؟ هو الحد المطلق على معامل س تربيع. الحد المطلق كام؟ 6 على 1 ب 6. الله اكبر. يبقى انا جبت لام زائد م وجبت لام في م زي الفل جدا. انا بقى احنا عاوزين نكون معادله جديده لان الاولانيه جذرها لام وميم، احنا عاوزين نكون معادله لام زائد م ولام زائد 1 وميم زائد 1. بنكون ازاي؟ بيكتب كده مجموعه جذريه. اجمع لي الجذرين مين هم؟ لام زائد 1 زائد م زائد 1. ما انت يا ناصح انت من جوه الجذرين بتجمعهم بتحاول تطلع لام زائد م او لام في م حاجه منهم. هو لام زائد م ظهر لوحده والله لام زائد م بس زائد 1 1 2 خلصانه. خد بقى لام زائد م، لام زائد م نفسه ب5 و2 7. ايوه بقى لام زائد م 5 احنا جايبينها كده. جبت مجموع جذرين، اكتبها بالعربي الاول. طب هات الضرب بالجذرين، ضرب الجذرين يا جماعه بتساوي، هضربهم في بعض. واحد يقول لي يا مستر هكتب لام زائد 1 في م زائد 1، تبقى انت متخلف. لازم تحطها في اقواس، لازم تاخد بالك من انت بتعمل ايه عشان ما تبهدلش دنيتك. واعمل عمليه توزيع بقى. لام في م بلام م زائد لام في 1 بلام، وزع لام في م
ولام في واحد، وبعدين كمل يلا خد الواحد، واحد في مين بمين زائد واحد في واحد بواحد. انا بقى دلوقتي عندي ايه؟ عندي لام في مين، ارجع لمسألتك ب6، وعندي لام زائد مين بكام؟ ب5، وعندي زائد واحد، اجمعهم كلهم هيساوي 12. الحمد لله ربنا كرمني ونصرني اهو، جبت مجموع الجذرين بالسبعه الاموره، وجبت حاصل ضرب الجذرين ب 12 الجميله. نكتب المعادله. فاكر لسه كنت بقول لك ايه؟ ادي س تربيع. طب مجموع الجذرين عندك بكام؟ -7 س زائد حاصل ضرب الجذرين ب 12 يساوي 0. في منتهى البساطه. امشي كده مع السؤال واحده واحده، لسه جاي لك مسائل تاني. تعال اسمع. هنا مجموعة الحل في كاف، ركز بقى كده، س تربيع زائد 4 يساوي 0. انت متعود لو في ح تقول لي فاي عشان مش هيتحلل. طب لو كاف لازم يتحل. هيتحل زي هو اصلا بالزائد، انت هتخليه سالب بقى. طب اقول لك ازاي، تعالى. س تربيع انا هخليها الأوضاع ده. في ناس كتير تقول لي منكم طلع الأربعة بره بتغيير اشاره، كلامك فل. طب ما انا ممكن اسيب الأربعة زي ما هي، بس احطها سالب 4 ت تربيع، ما تخليك ناصح بيساوي 0. ليه بقى؟ لان الت تربيع قيمته بكام؟ بسالب 1، فسالب سالب بقت موجب. ما تيجي تحل قوسين كده، س وس 2 ت و2 ت، واحده موجب واحده سالب، يبقى قيمه س مره بكام؟ بسالب 2 ت، وقيمه الس مره بكام؟ ب2 ت. احنا كده وصلنا لايه؟ وصلنا لقيمه الس مجموع الحل، يبقى 2 ت وسالب 2 ت. ادي اجابتك في الاختيار ده. تاني تعال نشوف. هنا بقول مجموعة الحل معادلة س في س ناقص 1 أكبر من 0 في ح. يا باشمهندس أنت كده في إشارة المقدار الجبري. ألاقي واحد لا مؤاخذة عيل بطيخة شوية، مستر اضرب الس في القوس، وبعدين خد السبب 0، وبعدين حل. يا زكي هي أصلا جاهزة متحللة أصلا. يعني أنت أصلا مش مستاهل تعمل تحليل، ده هو راجل كتر خيره وربنا يبارك له وجابها لك جاهزة، بس أنت اللي حمار ما بتفهمش، رحت عملت إيه؟ ضربتها ورجعتها تاني لأصلها. طب ليه؟ هي أصلا س في س ناقص 1، سيبك من اكبر اقاصه يساوي 0، يبقى س جاهزه بقى 0 عشان س، والثانيه س بيساوي كام؟ 1. اجري جاري ارسم خط العداد اهو، حط الصغير 0 والكبير 1، طبعا كده كده 0 و0. ما انت عارف بقى الاشارات ايه؟ فاكر اشاره السين في س بس تربيع موجبه. طب الاشاره ايه؟ ها، نفس عكس نفس، كمان مره نفس عكس نفس. اشاره السين تربيع موجبه دي موجب سالب موجب. حلو جدا. بعد ما عملت الكلام ده كله انت عاوز بقى السؤال اكبر من 0. ركز في الجمله كده، اكبر من 0. طب يعني ايه اكبر من 0؟ يعني المنطقه الموجبه. طب هي فين المنطقه الموجبه اصلا عندنا يا شباب؟ بص على الرسمه، انا عاوز المنطقه الموجبه. بص ادي هنا موجب وهنا موجب، يعني خدت الخط كله، خدت الخط كله، خدت الخط كله، يعني ح كلها، خدت ح كلها. ساعتها اكتب مجموعه الحل ح كلها، ما هو رايح يمين شمال ورايح يمين، ما عدا المنطقه دي، ما عدا 0 وكام؟ 1. طب انا علمتك حاجه وقلت لك قبل كده 100 مره، ها فرق الصفر والواحد. هفكرك بحاجه، هو هنا في يساوي؟ قلت لي ايه؟ قلت لي لا، كلامك صح. مع ذلك ان الصفر والواحد مش معايا، مش معايا في مجموع الحل، يعني مش معايا يعني مفتوحه. المفروض اجري كده جري اعمل افتح، لا استنى، ظهر معايا ح. انا قايل لك الح بتعمل ايه؟ بتعكس الفتره، يخليها فتره مقفوله، يبقى ح فرق الصفر والواحد مقفولين. خلص الكلام هنا. سهله سهله، بس ركز فيها وانت بتحل. مسائل كلها مسائل امتحانات، مسائل هتقابلك كتير. تعال نشوف السؤال ده بيقول لي بقى. قال لي س زائد ت ص بيساوي 2 زائد ت في 2 ناقص ت على 3 زائد 4 ت. فين س ناقص ص؟ يا كبيره شكلها كبير، ده هي بسيطه يا اخي لو ركزت فيها. انت تاخد ده بس 2 زائد ت مضروب في 2 ناقص ت على 3 زائد 4 ت. وصلوا على النبي. خلص فوق براحتك. هتخلص فوق ازاي؟ عدد في مرافقه، ما انت حفظتها وعرفتها كتير، الاول في الاول والتاني في التاني. خلص الاول 2 في 2 ب4، موجب في سالب بسالب، وت في ت ت تربيع. ده فوق. تحت سيبه دلوقتي 3 زائد 4 ت. طيب كمل كده، انت حافظ اهو ت تربيع بكام؟ سامعك قول سالب 1، يبقى 4 زائد 1 5 على 3 زائد 4 ت. حلو الكلام. طب ما تيجي تحل بقى، هتعمل ايه؟ ايوه جدع، برافو عليك. هضرب في المرافق اللي هو كام يعني؟ 3 ناقص 4 ت، وتحت 3 ناقص 4 ت.
اهو. اضرب كده، مالكش دعوه بالخمسه، سيبك على وضعها ده، وحط جنبها 3 ناقص 4 ت كده، واضرب تحت الاول في الاول والتاني، ما هو برضه عدد في مرافقه. الاول بقى 9 ناقص 4 في 4 16 ت تربيع. خدها جميل كده، ادي عندك 5 فوق، 3 ناقص 4 ت، تحت عندك ت تربيع دي بكام؟ ايوه بسالب 1، يبقى 9 زائد 16 يعني 25. مستر ما تكمل اختصار على الخمسه في الواحد على الخمسه في الخمسه. قسم البسطه على المقام زي ما علمتك. ازاي؟ هقول 3 على 5 لوحدها ناقص 4 على 5 ت لوحدها. ده على ده وده على ده. ده ابسط حاجه للجزئيه دي. هو السؤال بيقول لك ايه؟ س زائد ت ص، س زائد ت ص هيساوي 3 على 5 ناقص 4 على 5 ت. ماشي، يبقى س نفسها لوحدها بيساوي كام؟ 3 على 5. اما ص لوحدها يا عم بيساوي كام؟ سالب 4 على 5. الس بيساوي الس عشان الحقيقي بيساوي حقيقي والتخيلي بيساوي تخيلي. الصاد عندك هيساوي كام؟ سالب 4 على 5. الت راحت مع الت خلاص. خد اللي جايه بقى، انت عاوز س ناقص ص. س بكام؟ 3 على 5 ناقص ص بكام؟ سالب 4 على 5. بس سالب سالب بقت موجب 4 على 5. ركز كده، 7 على 5 في الاخر لان المقام متوحد. حط 5 واجمع البسط بتاعك، 3 و4 بيساوي كام؟ 7. سهله سهله، طويله عادي، بعرف احل، اتعامل. تعال نشوف غيرها. هنا السؤال: إذا كان لام وميم جذران للمعادلة س تربيع ناقص 4 س زائد 2 بيساوي 0، فإن لام تربيع زائد ميم تربيع. هي ما فيهاش كلام غير إنك تكون حافظها، لازم. أصل هقول لك إيه؟ لام تربيع زائد ميم تربيع. ألاقي حضراتكم وناس كتير منكم تقول لها مستر ما ينفعش تبقى لام زائد ميم كل أس 2. لا ده أنت قول لها بقى، ده أنت ما عندكش مخ خالص. هي لام زائد ميم أس 2، بس إيه بقى؟ ناقص 2 لام ميم. دي قاعدة لازم تكون حافظها. ليها جت منين؟ بس احنا دي قاعده احنا خلاص حافظينها كده. خلاص. انا بقى قبل ما احل الكلام ده المفروض كنت عملت ايه؟ كنت جبت لام زائد ميم من لام والجذريه المعادله دي. سامعك؟ ايوه، سالب معامل س على معامل س تربيع 4. جبت لام في ميم، الحد المطلق على س تربيع، الحد المطلق 2 على 1 ب2. خلص الكلام. تعالى عوض. شيل لام زائد ميم اهو ب 4 4 اس 2 ناقص 2 لام في ميم ب2، يعني 16 ناقص 4 في الاخر 12. سهله سهله. احفظ دي، لو مش حافظها مش هتعرف تحل. ما هو في حاجات كده يعني لازم تكون حافظ، لازم تكون ايدك بتحل كتير. خلاص الموضوع انتهى. السؤال اللي وراه حلو جدا، السؤال ده بقى ركز فيه. تاني برضو عمال اكد لك على موضوع تكوين المعادله، لان انا عارف مهزوزه من ناس كتير، انا عارف دي كويس، فاسمعها كويس قوي وركز فيها. بيقول لي اذا كان لام وميم جذرها المعادله دي، فان المعادله جذرها لام على ميم وميم على لام. طب صلى على النبي كده وزيد النبي صلى. هنجيب لام زائد ميم كالعاده. ايوه اقول سالب معامل س على معامل س تربيع ب2. طب ما نجيب لام في ميم، الحد المطلق على س تربيع يعني 5. اركب. انت عاوز تكون دول بقى معادله جديده، تكتب مجموع جذرين بالعربي. ما انا علمتك. تعالى اقول لك. اجمع لي بقى لام على ميم زائد ميم على لام. طيب في ناس حافظاها وفي ناس فهماها، تعالى اشتغلها بالفهماها دي. طبعا كسرين بيتجمعوا مع بعض فلازم توحد مقامات، فالمقام عندك لام والمقام عندك ينفع تحط لام في ميم واضرب مقص لام في لام بلام تربيع زائد ميم في ميم تربيع. ده توحيد مقامات. خد اقول لك، ما انت لسه قايلها لك من شويه، لام زائد ميم كل لام تربيع زائد ميم تربيع، لسه قايلها لك في اللي قبلها. ايه القانون؟ ايوه جدع، لام زائد ميم اس 2 ناقص 2 لام ميم. طب تحت لام ميم بتساوي لام زائد ميم نفسه بكام؟ لام زائد ميم نفسه بكام؟ عندي فوق اهو ب2 4 ناقص لام ميم بكام؟ ب5 في 2 ب10 على تحت لام ميم نفسه بكام؟ ب5. الاقي لطخ يطلع يقول لي مستر على 5 في 1 5 في 2. ده لطخ، ده ما تسمعوش كلامه. امال الحل ازاي؟ كمل كده. 4 ناقص 10 يبقى كام؟ سالب 6 على كام؟ على 5. اخرك كده سيبها، مالكش دعوه بيها، سيبها. هات بقى الضرب. هضرب لام على ميم في ميم على لام. خد اقول لك كده، لام على ميم على لام
اضرب يا باشمهندس. اضرب ازاي؟ لام يروح مع اللام والميم مع اللام. انت بتدور على ايه يا باشمهندس؟ بواحد خلاص. ما هو راحت مع بسط ومقام. اكتب معادله. سامعك ايوه برافو عليك. س تربيع ناقص، خد مجموع جذرين نغير اشارته، هو سالب بقت موجب 6 على 5 وحطه س وحط الضرب زي ما هو زائد 1 بيساوي 0. عسل. بص اختيارك ايه ده مش موجود. في مشكله لسه ما خلصتش على فكره. في مقام اسمه 5 لازم تخلص من. اضرب المعادله كلها في 5 كله. 5 في س تربيع ادي 5 س تربيع زائد 5 على 5 اختفت خلاص، يفضل 6 بس 6 س زائد 1 في 5 ب5 بيساوي 0. يبقى عندك ايه؟ 5 س تربيع زائد 6 س زائد 5 بيساوي 0. الاختيار عندك يا باشمهندس رقم أ. واضح الكلام؟ يا رب تكون فاهم اللي بقوله كويس قوي عشان تعرف تتك عليه في شغلك، تك قوي لشغلك. تعال نشوف اللي بعده. عمال برضو اجيب لك يمين وشمال عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. ده س بيساوي 4 ناقص 2 س تكون موجبه. انا لسه قايل لك داله خطيه. بتحلها ازاي؟ بتاخد المعادله السوا بصفر، يعني 4 ناقص 2 س بيساوي 0. طلعها بره يبقى 2 س بيساوي الاربعه، يبقى س بيساوي 2. عسل. ارسم خط اعداد. ايوه خط اعداد. حط 0 و2. فاكر؟ ايوه سامعك. يمين والشمال. يمين ايه؟ نفس، والشمال ايه؟ عكس. يعني اليمين ياخد نفس اشاره السي اللي هي سالبه، هنا موجبه. طبعا هنا سالب من نهايه، هنا موجب من نهايه. انت عاوز تكون موجبه، هي فين المنطقه الموجبه قدام عينك؟ اهي. من كام؟ من سالب من نهايه لحد كام؟ 2 اهي. خلصت ولا فيها حاجه والله اهو. تاني لسه كنا بنتكلم. بص، اذا كان احد جذري المعادله كذا معكوس جمعي. على فكره عمال اجيب لك اقلل لك في المنهج واكد لك على نفس المعلومات تاني عشان تحفظها. معكوس جمعي. ماله معكوس جمعي؟ سامعك ايوه يا مستر. انت قلت لنا معكوس جمعي يعني باخد ايه؟ باخد معامل س واساويه بصفر. طب لو على الضرب باخد معامل س تربيع يساوي الحد المطلق. الله ينور جدع. خد معامل س. تقول لي يا مستر في سالب. قلت لك يالا مالكش دعوه بالسالب يالا، خدها من غير اشاره. اللي هو 2 س 2 ك زائد 6 بيساوي 0. طلع بره يعني 2 ك بيساوي سالب 6. اقسم واقسم يعني ك بسالب 3. خلصت اهي. جميله جدا. اللي وراها برضو اشاره مقدار جبري تاني. ده س بيساوي من سالب 4 ل 5 لح. ده اللي اسمه المجال وده المجال المقابل. ما علينا. قال لك ده س ب 2 س ناقص 4 تكون غير سالبه. ركز في الجمله. كده داله خطيه يا مستر. هتاخدها تساويها بصفر، يعني هاخد 2 س ناقص 4 بيساوي 0. طلع بره يعني 2 س بيساوي الاربعه، يعني س بيساوي 2. ارسم خط اعداد. حط لي 0 وحط لي 2. هنا سالب ما نهايه، هنا موجب ما نهايه. لا المره دي. شفت بقى؟ عشان ما تجريش يلا شغال. ده هو مديك مجال اصلا. من كام لكام يا باشمهندس؟ من سالب 4 لحد كام؟ 5. يعني لما تيجي تحل سؤالك حط لي هنا سالب 4 وحط لي هنا 5. ايوه سالب 4 هنا وهنا 5. طب استنى بقى، انت شايف اشاره السين ايه؟ موجبه. اليمين نفس والشمال عكس برضو. برضو اليمين اشارته ايه؟ موجبه، عشان موجب. هنا موجب وهنا سالب. انت عاوز بقى ركز في الجمله. غير سالبه. مش عاوز سالب. معاك حاجتين تانيين. ما انت عندك اشاره يا موجب يا سالب يا صفر. انا مش عاوز السالب بقى. انا مش عاوز السالب. يبقى اخد مين؟ الموجب والصفر. فين الرسمه؟ اهي. فين الموجب؟ من 2 ل 5. 2 ل 5 صح. استنى، الاثنين ناخدها ولا ما اخدهاش؟ لا هتاخدها معاك عشان انت عاوز الموجبه قيمتها تاخدها معاك، يعني تقفلها. طب الخمسه حطها مقفوله مفتوحه، ارجع لها فوق. بص هنا مفتوحه مقفوله سيبها زي ما مقفوله. ركز في الكلام الصغير ده اللي ممكن يوديك ورا الشمس. يبقى معاك 2 و5 فتره مقفوله اللي اختيار الف. حلو جدا. تعالى بقى نشوف السؤال ده الجامد ده بصراحه. السؤال رقم 21. هو جايب لك رسمه وقال لك اذا كان الشكل المقابل يمثل منحنى الدالتين د س اللي هو المنحنى ور س هو الخط المستقيم اللي قدامكم ده، فإن الدالتين تكونان موجبتان معا فين حته بالظبط. السؤال بصراحه تكات وحلويات وفنيات وجمال الجمال بصراحه. بس هو برضه معتمد على الحاجات اللي انا شرحها لك من شويه وانا بتكلم معاك في الاسئله. يا باشمهندس ده منحنى داله تربيعيه قطع محور ثلاث في نقطتين، فقيم س عندي كام وكام؟ هنا سالب 1 و3.
فانت كده معاك قيمتين للسين. حلو. طب المنحنى ده تربيعي مفتوح لاعلى، يعني السين تربيع موجبه، يبقى نفس عكس نفس. ما تيجي كده حول الرسمه دي لخط اعداد. تعالى اقول لك ارسم الخط اعداد. حط لي جميل كده هنا اللي عندك كام الاول؟ عندك -1 وعندك 3. طب خد بالك، هي اشاره السين تربيع دي موجبه ولا سالبه؟ موجبه، يبقى نفس عكس نفس. بص كده، يبقى هنا موجب سالب موجب. فل جدا فل جدا. خد اللي جايه كمان التاني بقى، ده خط مستقيم قطع برضو محور السينات فين؟ اهو في 2. فارسم لي خط اعداد تاني تحتيه اهو، هحطهم تحت بعض. خد بالك الفكره بتاعتها، بس لازم اراعي الاتنين فين مكانها. ما ينفعش يعني اروح اعملها ب1، ما ينفعش اعملها ب3، لا ده انا هعملها ما بينهم كده 2. طب ما انت عارف الجزء اليمين بكام والجزء الشمال بكام؟ الجزء اليمين الاخضر ده فوق محور السينات، يعني بعد الاتنين موجب ولا سالب؟ موجب، لان فوق محور السينات فده موجب. اما اللي قبله ياخد سالب. خد بقى اقول لك كمل كده، قطع الخطين مع بعض، اللي فوق من اللي تحت واللي تحت مع اللي فوق، بحيث اعرف المنطقه بتاعتي فين حته. عارف ازاي؟ هعمل اللي فوق يقطع تحت واللي تحت فوق وده تحت، وعاوزك تضرب الاشارات في بعضها. ازاي؟ هو هنا موجب وهنا موجب، موجب في موجب، موجب. ادي اول منطقه. المنطقه الثانيه سالب موجب، يبقى موجب في سالب بسالب، ادي ثاني منطقه. المنطقه الثالثه سالب في سالب ديك موجب، ادي ثالث منطقه. المنطقه الرابعه موجب في سالب، بقى ايه؟ سالب عندك. انا بقول لك المناطق الموجبه فين حته بالفرض كده، او قدامك على السبوره دلوقتي بسهوله. المنطقه دي موجبه ده اهي، والمنطقه دي موجبه ده اهي. دي من كام؟ دي من -1 ل2. ايوه. والثانيه من 3 لما لا نهايه. انت عاوز المنطقتين تكون موجبتان معا فين حته؟ من -1 ل2 وبعدين من 3 لحد ما لا نهايه. هو عاوز س تنتمي. هي خطأ في الاختيار ده على فكره. يبقى من اول -1 ل2 وفتره مفتوحه، ومن 3 لما لا نهايه، لان هو بيقول لك تكون موجبتان معا فين حته بالظبط. طبعا الاختياري مش موجود حاجه منهم خالص، يعني موجود دي بس. خلاص المفروض يحط دي كمان عندك في الاختيارات. ادي السؤال بتاعك، وسؤال سهل وجميل وظريف جدا، مفيش مشكله خالص. تعال نشوف اللي وراه. بص يا سيدي، اذا كان جذران المعادله ك س تربيع زائد ك زائد 1 س زائد 1 بيساوي 0 حقيقيان متساويان. لسه قايل لك حقيقيان متساويان مميز بيساوي 0. بس لو هات ا وهات ب وهات ج. ا بكاف، الب بكاف زائد الواحد كل معامل السين. اما الجيم بقى الحد المطلق، الجيم نفسه بيساوي كام؟ 1. القانون اسمه ايه؟ ب تربيع ناقص 4 ا ج واروح مساوي ب0. عشان محققين متساوي. عوض بقى الب بكاف زائد 1 الكل اس 2 ناقص 4 في الالف عندك بكاف، اما الجيم عندك بواحد بيساوي 0. هقول لك حركه، فك القوس الاول. مربع الاول، ايوه يا باشا، انت عندك كاف زائد 1 تربيع، كاف تربيع زائد الواحد زائد الاول في التاني في 2 يعني 2 كاف، واضرب -4 كاف في 1 ب-4 كاف بيساوي كام؟ 0. ما تجمع لي دي ودي كده، حط كاف تربيع زي ما انت، 2 كاف ناقص 4 كاف يبقى -2 كاف، وهنا 1 زي ما انت زي ما هو بيساوي 0. طب ما دي معادله تربيعيه من الدرجه الثانيه يا باشمهندسين بيساوي 0، يعني حل قوسين 2، يعني كاف وكاف، كام في كام يديك 1، مفيش غير 1 في 1 ومجموعهم 2، ادي 1 و1. الاشاره الموجبه بتخلي القوس الاوسط يبقى سالب وسالب، يعني في الاخر كاف في الاخر هيساوي كام؟ 1. وبرده سهله وبسيطه. بسم الله. شوف اللي وراها، اذا كان جذران المعادله ا س تربيع زائد ب س زائد ج بيساوي 0، هما 3 -2. بامانه تحفه التحفه. في حلين وطريقتين تقدر تحل بيهم. ممكن تعوض مكان السين ب3 هنا مره، وتعوض مكان السين بسالب 2 هنا مره ثانيه، وتحلهم معادلتين جبران مع بعض، بس هتلاقي الحوار كبير منك قوي، بقى عندك 3 مجاهيل مش هتعرف تحل. امال ايه يا مستر؟ من الاخر انا هعمل حركه ممكن تكون بعيده عن دماغك شويه، بس يا نصح هتحل بيها بسهوله قوي، بس خليها بقى، انا عاوزك تحطها في دماغك دلوقتي بقى. جذران المعادله هو قايل لك 3 و-2، ايه رايك لو انت سميت ده لام وسميت ده ميم، ونجيب مجموع الجذرين مره وحاصل ضرب بالجذرين مره؟ ما تيجي نشوف. لو رحت جبت لام زائد ميم من الفرض ده اللي هو ادولك ده 3 و-2 -1 بتساوي ايه؟ من المعادله بقى سالب معامل الس على معامل س تربيع، يعني سالب ب
على ألف. فتلاحظ السالب يروح مع السالب، يبقى أول مرة أنا جبت بها على ألف يا جميل بواحد. الله عليك. المرة التانية أنت ممكن تروح تجيب لام في ميم. سامعك يا اللي بتتكلم جدع. حاصل ضرب جزائي، اضرب 3 في سالب 2 بسالب 6. ده من المعادلة أو من الأرقام اللي مديها لك. طب حاصل ضرب جزائي من المعادلة عبارة عن إيه؟ الحد المطلق على معامل س تربيع. حد مطلقك كام؟ ج على ألف. يعني ج على ألف يا معلم بيساوي سالب 6 يا جامد. هو عاوز منك ايه بقى؟ عاوز منك ج زائد ب على ألف. دايما في معلومه معروفه قوي، يا تجمع دول مع بعض يا تيجي تقسم دول على بعض. ازاي يعني؟ من مقام ألف. يا اقدر ممكن اخليها ج على ألف زائد ب على ألف. طب هو ج على ألف نفسه بسالب 6. طب ب على ألف عندك فوق بواحد، ما تجمع سالب 5. شايف الجمال؟ استمتع بالاسئله، استمتع بالحل، فكر كده والله العظيم الموضوع سهل. طب تعالى تاني. اذا كان 2 ناقص ت احد جذري المعادله ا س تربيع ناقص ب س زائد ب زائد 1 بصفر، فان ا زائد ب. طب اقول لك حركه، دايما لو جالك سؤال احد جذري المعادله 2 ناقص ت تقول لي الجذر الاول اللي هو مديهولك 2 ناقص ت. اما الجذر الثاني بقى مرافقه 2 زائد ت. جامد. خد بقى اللي جاي واسمعها. هو انت عاوز 2 ناقص ت و2 زائد ت، هم دول كام جذر؟ جذرين يا اخي سميهم لام وميم. ادي لام يا عم وادي ميم. بقى تاني والتالت. ما تيجي تجيب كده مجموع جذرين لام زائد ميم. ايه ده؟ ده هي زي اللي قبلها يعني؟ زي اللي قبلها بالظبط. اجمع الجذرين 2 ناقص ت و2 زائد ت يا باشمهندس. 2 زائد ت اهو و2 ناقص زائد 2 ناقص ت اهو. فالت راحت مع ت خلاص بقت 4. خد اقول لك كمان حاجه، لام زائد ميم بتجيبها من المعادله ازاي؟ سالب معامل س على معامل س تربيع اللي هو كام؟ معادله ب على الف. يعني ب على الف دلوقتي بيساوي الاربعه. يعني ممكن لو حبيت اكمل شويه اجاوب من عندي شويه اقول له ب بيساوي 4 الف. اهي دي اول واحده. طب ايه رايك لو رحت جبت لام في ميم؟ يعني اضربهم في بعض. 2 ناقص ت مضروب في 2 زائد ت. يا جامد. اضرب كده الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. 2 في 2 ب4 ناقص ت تربيع يعني 5. ما انت حافظ بقى. طب من المعادله الحد المطلق على معامل س تربيع. الحد المطلق اسمه ايه؟ ب زائد الواحد على معامل الف. يعني الله اكبر. يعني ب زائد واحد على الف. طب ايه رايك يا جميل لو قلت ب زائد واحد دلوقتي وضربت مقص بقت 5 الف؟ وايه رايك يا عسل كمان ب زائد واحد اهو يا باشمهندسين؟ شيل الف وحط شيل ب دلوقتي. تعالى بقى شيل ب دي اهي وحط لي مكانها كام؟ انت جبتها 4 الف. بره بيساوي كام؟ 5 الف. يعني انا شلت الب دي وعوضت مكانها ب 4 الف اللي جبتها من فوق. طلعها بره بتغيير اشاره عشان تجمع الفاتك مع بعض. طب 5 الف ناقص 4 الف الف واحده بيساوي كام؟ 1. طب وانا جبت الالف بواحد، عاوز ب بقى؟ عوض في البروز الجميل ده. يبقى الب هتساوي 4. هو عاوز ايه؟ الف زائد ب دي 1 و4 5. جامد السؤال والله العظيم جامد السؤال. ركز كده واسمع السؤال واستمتع بالاجابات دي واستمتع بالحلول دي. خد اللي بعده. لا مهم جذري المعادله تاني يا مستر. 3 س تربيع ناقص 9 س زائد ه. الله عليك يا مستر، تحفه. سؤال جامد. عينا بالاسئله شويه مش لا مهم جذري المعادله يا مستر. لام زائد مين؟ ايه عباره؟ سالب معامل س على معامل س تربيع. مين معامل السين؟ سالب 9 غير اشارته 9 على 3 هي 3 اهي. هات لام في مين؟ الحد المطلق على معامل س تربيع. ايوه الحد المطلق كام؟ ه على 3. سيبه. الراجل قال لك بما ان 2 لام ناقص 1 مضروب في 2 م ناقص 1 بيساوي 5. ما تيجي تضرب يا ابني القوسين في بعض. ما تضربش اهبل الاول في الاول تاني في التاني تبقى اهبل. وزع 2 زي ما قلنا مع الناس. 2 في 2 م ب4 لام م. 2 لام في 1 بسالب 2 لام. سالب 1 في 2 يبقى سالب 2 م. سالب 1 في سالب 1 بقت موجب 1 بيساوي 5 بره. هقول لك حركات حلوه وجميله. ما انت يالا جبت لام في م اهو. هي يبقى 4 في هي على 3
ما هو انت عندك، ما انت لو بتاخد بالك من عينيك الجميله الحلوه دي، سالب 2 لام سالب 2 ميم، اسحب لي منها سالب 2 عم مشترك عشان تخليها لام زائد ميم. سحبت سالب اهو وافتح قوس يبقى لام زائد ميم. ما انت لو خدت بالك كمان الواحد ده ارميه بره جنب الخمسه هيساوي 4. الله عليك. 4 اهي على 3 دي اول واحده ناقص 2 في لام زائد ميم. انت جبته فين؟ لام زائد ميم جبته فين؟ اهو ابتدى اهي بيساوي بره كام؟ 4. يا مستر 4 اهي على 3 ناقص 6 اهي بيساوي 4. مستر مش عارف احل اخلص من الثلاثه ازاي؟ هقعد اعيط جنب السؤال يا باشا. لا، اخلص من الثلاثه نفسها. ازاي؟ ما هي معادله، اضرب المعادله كلها في 3 يبقى 4 اهي عشان دي هتروح مع دي ناقص 3 في 6 ب 18 اهي بيساوي 3 في 4 ب 12. حل بقى. 4 اهي ناقص 18 اهي سالب 16 اهي سالب 14 اهي بيساوي 12. اقسمنا على سالب 14 يعني اهي سالب 12 على 14. ما طلعتش يا ابني. خلاص يا حبيبي خلصت خلاص. اختصر سالب 6 على 7. شايف الجمال؟ شايف الحلاوه؟ فكر في السؤال كده. شايف دي الافكار اللي انت ممكن تتعامل بيها. احفظ قواعدك هتلاقي الموضوع سهل، وحل بايدك كتير. حل كتير هيفرق معاك الدنيا. تعال نشوف اللي بعده. يقول لك اذا كان ميم وميم زائد 1 جذران المعادله دي فان ج بيساوي كام؟ يا مستر ما هو ميم وميم زائد 1 جذران يعني ده لام وده ميم. يا عم انت خفت ليه برضه؟ طب ما تيجي تجيب مجموع جذرين. مجموع جذرين بتوع المعادله دي اللي هو عباره عن ايه؟ اجمع يا باشمهندس ميم زائد الواحد. طب مجموع الجذرين بالمعادله عباره عن ايه؟ سالب معامل س على معامل س تربيع اللي هو كام يعني؟ 6 على 2. طب ميم 2 ميم زائد الواحد هيساوي 3. طلع بره بتغيير اشاره يبقى 2 ميم بيساوي 2 يعني الميم نفسه بيساوي 1. ايه ده؟ ده الميم جاب بسرعه كده. تخيل. هقول لك بقى حركه ثانيه حلوه. ما ترجع الميم دي حط مكانها هنا 1 و2 يبقوا كام؟ 1 يبقوا كام؟ 2. دول الجذرين الجداد اللي هو لام وميم. طب ما نروح نجيب لام في ميم بقى. اضربوا في بعض. 1 في 2 هيساوي 2. بتساوي المعادله الحد المطلق على معامل س تربيع. الحد المطلق كام يا باشمهندس؟ ج على كام؟ على 2. مقصك الحلو ج ب4. خلصت. شوف السهوله. والله العظيم ما في احلى من كده واسهل من كده. شوف السؤال وراه. إذا كان أحد جذري المعادلة دي ضعف الجذر الآخر فإن كام بيساوي كام؟ يا باشمهندس هنا بقى برضو تاني الجذرين. نفرض الأول بيساوي لام والتاني بيساوي 2 لام. ضعف الجذر الآخر. ماشي الأول بلام والتاني ب2 لام. لما جيت اتكلمت في السؤال دلوقتي ما تروح تجيب مجموع الجذرين تاني. ايوه يا ابني والله الجذرين لام و2 لام اجمعهم. اجمع لام زائد 2 لام هيساوي كام؟ 3 لام. ارجع للمعادله اللي فوق عباره عن سالب معامل س على معامل س تربيع بقى 3. اقسم بقت لام نفسها بواحد. جبت لام بس انت ما قدرتش. مطلوب منك ايه؟ الكاف. طب ما تجيب ضرب الجذرين. اضرب لام في 2 لام في 2 لام يعني 2 لام اس 2. طب خد اقول لك هو لام انت لسه جايبها فوق بكام؟ بواحد. 1 في 2 ب2. استنى. هو ضرب الجذرين المعادله عباره عن ايه؟ الحد المطلق على معامل س تربيع. كام يعني؟ كاف. شكرا جبنا كاف قيمتها بيساوي 2. سهل. ماشي جامد السؤال ده. اذا كان لام جذري المعادله. بص عمال اكد لك على مجموع الجذرين لان عامل لك مشاكل انا عارف الدرس ده. لام جذري المعادله. بقول لك ايه؟ ما تروح الاول كده هات لام زائد ميم الاول قبل ما تحل اللي هو عباره عن ايه؟ سالب معامل س على معامل س تربيع يعني سالب 3. وهات اللام في ميم كده الحد المطلق على س تربيع اللي هو كام؟ 8. خلاص قبل ما تحل هات بقى المقدار ده. لام زائد 1 على لام وميم زائد 1 في ميم زائد 1 على ميم. طب عادي ما اضرب بسط ببسط مقام في مقام. طب اضرب كده حط مقام لام ميم وزع لي فوق يا باشا. لام في ميم بلام ميم. لام في 1 بلام. 1 في ميم بميم. 1 في 1 بواحد. ايه الجمدان ده؟ طب خد اقول لك لام ميم نفسه انا جايبه فوق ب8. لام زائد ميم نفسه جايبه فوق برضه ب3 بسالب 3 زائد الواحد.
على لام ميم نفسه ب 8. احسب 8 ناقص 5 و1 6 على 8 3 على 4 3 على 4. نشوف تاني نعيدها تاني كده. لام في ميم نتأكد بلام ميم، ولام في واحد بلام، واحد في ميم بميم، واحد في واحد بواحد، ولام في ميم بلا ميم تحت خلاص. لام في ميم نفسه فوق عندك احنا قلنا بكام؟ ب 8. ولام زائد ميم بسالب 3 زائد الواحد على 8 مظبوطه. 6 على 8 على 4 مظبوطه. هنا الاختيارات اللي فيها خطأ عندنا. ادي السؤال بتاعنا. تعال نشوف السؤال اللي وراه. اذا تحفه بقى السؤال ده. اذا كان لام احد جذرين المعادله س تربيع زائد جذرين المعادله 3 س تربيع ناقص 5 زائد 1 بيساوي 0، فان 3 لام تربيع ناقص 5 لام زائد 4. هو قايل لك لام دي احد جذرين المعادله دي، طب ما تشيل كل س نحط مكانها لام وهنقارن دلوقتي. يعني 3 لام تربيع ناقص 5 لام زائد الواحد بيساوي 0. بالله عليك بص كده، دي كده تقريبا نفس دي كده، بس ده هنا بيساوي 0. يعني لو طلعت بره التغيير اشاره بقى 3 لام تربيع ناقص 5 لام بيساوي سالب 1. يعني ده كله على بعضه بسالب 1 زائد 4 لو عاوزها، وعاوز قيمه ده كله بيساوي 3. ركز في الحاجات السهله دي. طيب السؤال اللي وراه. تعالى برضو نشوف الحلاوات اللي هنا. واخر سؤال عندنا النهارده بيتكلم في ايه؟ جاب لي رسم الداله تربيعيه برضو تاني، والمعادله قدامك عاوز ب زائد ج زائد. انا قلته على فكره من شويه بس قلته بارقامهم ادوني. انا بقى جاي لي منحنى داله تربيعيه. تعالى اقول لك هو قطع س هنا في 1 وقطع س هنا في 3، يعني ده اللام بواحد والميم بكام؟ ب3. فتعمل ايه؟ هتجيب لام زائد ميم تاني تاني اجمعهم 4. طب من المعادله سالب ب على معامله س يبقى سالب ب على ا، يعني ب على ا نفسها هتساوي سالب 4. طب ايه رايك لو جبت لام في ميم ضربهم ب3 بيساوي الحد المطلق نفسه اللي هو ج على ا، يعني من الاخر ج على ا بيساوي 3. ج على ا بيساوي 3. هو عاوز ايه في السؤال؟ ب زائد ج على ا. ايه رايك لو انت قسمت يبقى ب على ا زائد ج على ا، زي ما قايل لك من شويه. الب على نفسه انت جبته بكام؟ بسالب 4. والجيم على عندك بكام؟ ب3. احسبهم في الاخر يطلع لك كام في الاخر؟ سالب 4 زائد تفاعل كام؟ سالب 1. برضو خطأ في الاختيارات اللي عندنا. تعالى برضو اتأكد من المعادلة نفسها وتأكد منها تاني. هنا 1 و3 مجموع جذرين نجمعهم طبعا مع بعض ب4 وسالب ب على ا زي ما انا شايف على السبورة كده. ب على ا بيساوي سالب 4. لام في حاصل ضربهم 1 في 3 ب3 يبقى ج على ا بيساوي ج على ا بيساوي 3. قسم ب على ا زائد ج على ا بيساوي سالب 4 زائد تفاعل كام في الاخر؟ سالب 1. وده نهايه السؤال. ده سالب 1 مش سالب 10، خليها سالب 1 خلاص. وبكده يا شباب خلصنا المراجعه الاولانيه بتاعت مراجعه الجبر. ان شاء الله مكمل برده معاكم في حساب المثلثات. مستنوا حلقه جامده جدا في حساب المثلثات، وحلقه اجمد واجمد واجمد في الهندسه. فان شاء الله اشوفكم على خير، وان شاء الله المراجعه تعجبكم وتقدروا تخشوا بقى الامتحان وانتم مستريحين. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم.